احتراق مهول يشب في حافلة يحولها إلى رماد وسط مدينة الحمامة البيضاء. السلام عليكم مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم في نشرة الأخبار وهذه التفاصيل. ليست هذه الحافلة الأولى أو الثانية التي تحترق في مدينة تطوان هذه السنة، ولحسن الحظ هذه الحوادث لم تخلف خسائر بشرية، لكن إن بقي الحال على هذا الحال سنسمع آجلا أم عاجلا ما لا يحمد عقباه بسبب تكرار نفس الحادث. هل هم أشخاص وراء هذه الحرائق أم سوء حالة الشركة المسيرة لهذا القطاع؟ وفي أدق تفاصيل هذه الواقعة، تعرضت حافلة للنقل الحضري تابعة لشركة فيتاليس يوم أمس للاحتراق بالقرب من مدار الحمامة في مدينة تطوان، وذلك بسبب عطب ميكانيكي أصاب محركها حسب المصادر. وأن الحافلة كانت تؤمن رحلة بين خط تطوان ومرتيل، حيث اندلعت النيران في الحافلة، مما اضطر السائق إلى إيقافها وإنزال الركاب. وحضرت عناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان حيث تمت السيطرة على الحريق، في حين تمت مباشرة بحث من طرف المصالح الأمنية المختصة لتحديد أسباب الواقعة.